ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ هنعمل مع بعض النهارده البكاكين بطريقه سهله خالص وطعمها جميل وتحفه وبرضه استغلال للحاجات اللي في البيت. ده نص كيلو دقيق انا نزلت عليه بايه؟ بمعلقه لبن بودره، معلقه ملح، معلقه سكر، ورشه بيكنج باودر، ومعلقه كبيره خميره. تمام. حطيتهم في العجان ونزلت عليهم. اللي انا نزلت عليهم ده الايه؟ الشرش اللي احنا طلعناه واحنا بنعمل الزبده. انا كنت شايلاه في التلاجة عندي لغايه لما يبقى له استخدام، او زي ما انتم شايفين كده جاله استخدام. بنفضل نضرب فيها لغايه لما تتكون عندنا عجينه كده زي ما انتم شايفين طريه وبتلزق. انا هنا رشيت على ايدي رشه زيت زيتون كده ومسحت العجينه كويس، وطلعتها من العجينه ومسحتها كويس وسبتها تتخمر. تمام. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، اتخمرت زي ما انتم ما شايفين. وهنا انا بقرصها اهوت، عملتها قرص صغيره كده اهوت وسبتها تخمر. تمام. بعد كده ابتديت افردها زي ما انتم شايفين، بتبقى سمكها رفيع خالص يا جماعه، ما تخنوهاش عشان انت لسه بتسيبيها تاني تخمر حوالي نص ساعه لساعه الا ربع على حسب درجه الحراره عندكم. شايفين بسم الله ما شاء الله انا فردتهم كلهم مره واحده. وهنا بقى ابتديت احطهم على طاسه سخنه. تمام. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، اللهم صل على سيدنا محمد. كلهم ما فيهمش ولا واحده ما انتفختش كده وعملت رقتين. لازم تسيبيها تبرد زي ما بقول لكم، لازم تسيبيها قصدي تتخمر. تمام. وهنا اهوت انا بحطهم على طاسه سخنه زي ما انتم شايفين، وبقعد اقلبهم كده على كل جنب ايه دقيقتين كده. هو مش بياخد على كل جنب اكتر من دقيقتين، تلاقيه يبتدي لونه يتغير يتشمع، تروحي قلبها على الجنب التاني وتضغطي كده عليه قلب الاسباتيولا كده بالراحه يا جماعه، مش تضغطي عليه كتير. تلاقيه بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، زي ما انتم شايفين كده انتفخ. تمام. النص كيلو دقيق خد مني كوبايتين اللي هو الشرش اللي طالع من الزبده. تمام. مش ممكن تعجنيها بميه، ممكن تعجنيها بلبن لو انت عايزاها مفيده، ولو عجنتيها بميه عادي جدا. احنا برضو حاطين فيها لبن بودره، يعني احنا برضو حاطين لها ايه حاجات كويسه. اهم حاجه ما تنسيش زي ما انا ما قلت لك كده انك تسيبيها تتخمر، سواء في التقريص تسيبيها بعد ما بتقرصيها شويه تسيبيها تتخمر حوالي نص ساعه، وبعد التقريص برضو لما بتفرديها بالنشابه بتسيبيها برضو تتخمر حوالي نص ساعه. تمام. ده برضو بيفرق معاها وبيخليها بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، زي ما انتم شايفين، الله اكبر، الله اكبر. مفيش ولا رغيف ما انتفخش كده زي اللي قدامكم كده. وانا في غلطه انا عملتها عشان انتوا برضو ما تعملوهاش، ما تحطهمش كلهم فوق بعض يا جماعه وهم سخنين. يعني طلعيهم على صينيه، سيبيهم 10 دقايق او 5 دقايق كده يبردوا يهدوا، تروحي معبيهم في اكياس وشيلهم في الفريزر. جماعة خطيرة، انا بحبها جدا وبتبقى طعمها تحفة مع كوباية الشاي بلبن، جميلة. لو وصلتي لحد هنا تنسيش تعملي اشتراك ومتابعة في القناة. وهستنى رأيكم وتجاربكم ان شاء الله. حاجة سهلة اهوت وبسيطة قدامكم، هستناكم تجربوها ان شاء الله يا حبايب قلبي. بس وهنا برضو كنت بفرجكم طريقة التسوية. طبعا الفرد انت حرة بقى، لو تقدري تظبطيها تعملي شكلها دايرة ظبطيه، كل واحد على حسب امكانياته وعلى حسب مقدرته يا جماعة. اهوت ما شاء الله، الله اكبر، زي ما انتم ما شايفين مفيش رغيف عندي ما نفعش، كلهم الله اكبر حكاية. اهوت زي ما انتم ما شايفين كده، بسم الله ما شاء الله.